في الفيديو ده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تقهر وتدمر تماما الشخصيه النرجسيه او المتلاعبه او المخادع في 3 خطوات بس قبل اي حاجه خليني اقول لك معلومه ان جنرال كده. فكره القهر والتدمير دي بتحصل على النقط اللي بتهمنا، يعني لما حد بياخد مننا حاجه هي الحاجه دي بتهمنا فعليا، ساعتها احنا بنتقهر واحنا بنتدمر. عشان كده الشخص النرجسي اللي انت كنت معاه في علاقه لما اخد منك كل حاجه انت كنت متامل ليها في العلاقه دي، انت ساعتها هنا حصل لك دمار، انت هنا ساعتها اتدمرت. فعشان كده لازم تفهم كويس بالمثل، عشان تعرف تدمر الشخصيه النرجسيه لازم تاخد منه حاجات بتهمه. ما ينفعش تاخد منه نقط معينه هي مش بتهمه خالص ومش فارقه معاه، لكن هي فارقه بالنسبه لك انت، وانت تبقى فاكر كده ان انت كده دمرته او انت كده قهرته. في الحقيقه هو مش هيتاثر خالص. فبالتالي عشان تعرف تدمره فعليا وعشان فعلا تعرف تقهره لازم تعرف ايه هي الحاجات اللي بتهم الشخصيه النرجسيه، ايه هي الحاجات اللي الشخص النرجسي بيبقى مستني ان هو ياخدها منك في العلاقه. ساعتها لو انت عرفت ايه النقط دي احرمه منها تماما، يبقى انت كده بالمنظر ده قهرته ودمرته. عشان كده اول خطوه معانا تقدر تعملها عشان تقدر تدمر الشخصيه النرجسيه تماما هو انك تكشف له حقيقته، يعني تقعد تتكلم معاه وتوضح له بطريقه او باخرى ان انت عارف ان هو شخص نرجسي. انا هنا ليه قلت كلمه بطريقه او باخرى؟ لان كتير من الاشخاص النرجسيين بيكونوا رجاله عادي زي ما هم في منهم ستات، وبيبقى عنيف جدا في رده فعله. فلو انت طبعا في وضع خطر، انت عارف ان هو ممكن لو انت قلت له الكلام زي ده هو هيقوم هيأذيكي او هيحصل اذى جسدي او هيكون في موضوع يخص سلامتك وامانك بشكل او باخر، فاكيد ما تتكلميش معاه، وضحيه بشكل غير مباشر. لكن لو فكره طبعا الامان والسلامه دي مش موجوده مفيش اي مشكله خالص، اكيد اقعد اتكلم مع الشخص اللي قدامك ووضح له ان انا فاهم كويس جدا ان انت عارف ان انت شخص نرجسي. عارفين انتوا لما تقعدوا مع الشخص اللي قدامكم وتعرفوه ان انتوا عارفين ان هو شخص نرجسي، ده هو على الناحيه الثانيه بيحس بايه؟ هقول لكم بالظبط. عارفين الحرامي اللي بيسرق كده بالليل ومحدش شايفه واكيد مش عايز حد يشوفه، ومره واحده الانوار تولع زي ما بيجيبوا كده في الافلام وكل الناس تكتشف ان هو حرامي؟ الاحساس اللي هو ايه؟ احساس كسره، احساس فضيحه، احساس انك اكتشفت قدام الناس كلها. ده بالظبط بيحسه الشخصيه النرجسيه لما انت بتقعد بتتكلم معاه وبتوضح له ان انت عارف ان هو شخص نرجسي. بعد انت بقى ما اتكلمت معاه تيجي وقت الخطوه الثانيه، وهي فكره انك تسحب منه كل انواع الاهتمام. وحرفيا زي ما بقول كل انواع الاهتمام، يعني ما فيش اي حاجه من نوع من انواع الاهتمام تبديها للشخصيه اللي قدامك. يعني ما فيش اي داعي تبديله ان هو فارق معاك، لا انت مش فارق معايا نهائي، لان انا ما كنتش فارق معاك نهائي لما انت استغلتني ولما انت اتعاملت معايا بالطريقه دي، فبالتالي انت حرفيا مش فارق معايا. كل الفكره برضو يا جماعه على حسب الظروف، يعني في انتوا مثلا ناس بيكونوا انت بتكتشف ان الشخص اللي قدامك نرجسي وانت لسه في مرحله التعارف وانت لسه في مرحله الخطوبه وانت لسه في مرحله كتب كتاب. عندنا في مصر مثلا هو ما حصلش دخله، في ناس بعد بقى عشره واولاد وكده. لو انتوا عايشين مع بعض وانت عارف ان مثلا زوجتك او انت عارفه ان زوجك على سبيل المثال شخص نرجسي، فادي له حقوقه على القد، من غير كلام حلو، من غير تزويق، من غير ما تبدي ليه اي اهتمام. خد حقوقك على صمت لحد ما نشوف العلاقه دي هتوصل بينا لايه. وده تاثيره على الشخصيه النرجسيه كبير جدا فوق ما انت تتخيل. اي شخص نرجسي يا جماعه بيكون في علاقه مع الشخص اللي قدامه هو بيكون عايز ياخد منه مصالح معينه. انت ممكن ما تكونش عارف ايه نوع المصلحه بالظبط اللي عايز ياخدها منك الشخص اللي قدامك لو انت مش مركز قوي. لكن لو انت مركز وعارف اوكي، فده طبعا اسهل لك كتير ان انت تعرف تسحب منه النقطه اللي هو عايزها. لكن لو انت مش عارف اسحب منه الاهتمام في كل نقطه، لان الشخص النرجسي بيتعامل مع البشر على انهم ادوات والات لتحقيق رغباتي والحاجات اللي انا عايزها. هو اللي قدامي مش فارق معايا خالص كانسان، او انت مش فارق معاه خالص كانسان، لكن انت فارق بالنسبه له المصلحه اللي بياخدها منك. لكن انت كانسان وكعاطفه وكمشاعر وبتحس بايه ولا ما بتحسش بايه مش مهم، ده عنده خالص. اهم حاجه انا باخد منك ايه. فلو انت مش عارف كويس الشخص اللي قدامك ده بيستفيد منك في ايه، اسحب منه كل انواع الاهتمام، خلي نفسك في الامان. ساعتها انت كده مش هتديله الحاجه اللي هو بيدور عليها، وبالتالي هيجن جنونه حرفيا. الخطوه الثالثه اللي بتقضي وبتدمر الشخصيه النرجسيه تماما هو فكره انك ركز على حياتك وعيشها باحلى واجمل صورها. يعني ايه؟ يعني عايزك تركز في نفسك كويس جدا، عايزك تركز جدا انك تخلي حياتك احسن، تركز في شغلك، تركز في جسمك، في صحتك، في اسلوب حياتك، تكون صداقات جديده، تزود من مهاراتك، تزود من فكرك. عيش حياتك ووريله ان انت عايش حياتك بشكل طبيعي جدا وان حياتك ماشيه زي الفل. يا جماعه الشخصيه النرجسيه من اكتر الحاجات اللي بيتسم بيها هي فكره حب السيطره. هو بيبقى بيستمتع لما يشوفك انت طول الوقت شاغل بالك بيه، عايزك دايما يشوفك ان انت دايما بتفكر فيه ومش قادر يشيلك من راسه وكل الحاجات دي. هو ده لما بيحصل بيرضي عنده جزء غرور ونقص كده داخلي بشكل غير طبيعي. فلما انت بتوري له ان انت اساسا في النقطه الثانيه انا مش مهتم بيك خالص والموضوع مش فارق معايا نهائي، وفي نفس الوقت انا حياتي ماشيه زي الفل من غيرك وانا زي التمام كده، ساعتها انت عملت ايه؟ ساعتها انت حرفيا اخدت منه كل حاجه، ساعتها انت دمرته تماما. دمرته بدءا اول حاجه من النقطه الاولى ان انت فضحته، مرورا
مرورا بالنقطه الثانيه ان انت سحبت منه الاهتمام، وفي الاخر بالنقطه الثالثه فكره انك وريته ان حياتك مكمله وزي الفل ومفيش اي مشكله في حياتي، بالعكس انا مبسوط جدا في حياتي ومكمل وانا كويس جدا. عشان كده انا بضمن لك لو انت عملت الثلاث خطوات دول، انا اضمن لك ان الشخصيه النرجسيه او المخادع او المتلاعب زي ما تسميه، الشخص اللي قدامك ده هيتدمر ويتقهر بشكل انت عمرك ما تتخيله. لو انت كملت معايا للمرحله دي فاحب اشكرك جدا ان انت كملت لاخر الفيديو، واتمنى طبعا انك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو شفت فعلا فيديو مفيد فيد بيه الناس اللي حواليك عشان نزود مستوى الذكاء العاطفي عندنا يا جماعه. ولو انت حابب تعرف اكتر عن الشخصيه النرجسيه وازاي تقدر تتعامل معاه، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.